الراج هي عملية بتخلي ال AI يدور على المعلومات قبل ما يرد، زي الدخول على الكالندر بتاعتي أو المابس. فببساطة الراج هو نوع من ال AI workflow، ولو تحبوا إن نعمل فيديو مخصوص عن الراج ممكن تكتبوا لي في تعليقات تحت. لو دلوقتي اديت شات جي بي تي ملفات شركتي وسألته سؤال بسيط، ايه سياسة الاسترجاع في شركتي؟ هل هيقدر يجاوب على السؤال ده؟ معظمكم هيقول لان الاعتقاد ان شات جي بي تي عارف كل حاجة، وللأسف ده اعتقاد مش صحيح. قبل ما اقول لكم ليه، للي فيكم اول مرة يشوفني او يسمعني، انا اسمي مصطفى مجدي وشغال في مجال التك بقالي اكتر من 10 سنين. في اغلب الوقت ال LLM هيبدأ يهلوس ويألف كلام من عنده ويخرج خالص بره الموضوع. لو استخدمتوا اي LLM في السنين اللي فاتت، سواء تشات جي بي تي او كلود او جيميناي او اي حاجة تانية، فغالبا قابلتكم المشكلة المزعجة دي. تسألوا سؤال محدد جدا، سؤال فيه تفاصيل ممكن يكون عنكم انتوا او عن ملف اكسل رفعتوه، وال LLM يرد بثقة رهيبة وكأنه عارف كل حاجة. واحيانا ببساطة بيهلوس ويدي اجابات اصلا مش موجودة، وبصراحة السبب بسيط جدا. زي ما اتكلمنا في فيديو ال AI agents، ال AI او ال LLM بيتوقع الكلمات بناء على بيانات التدريب. ال AI مش عارف بياناتك الخاصة ولا جوجل درايف بتاعك ولا فاهم شغلك، وده بالظبط السبب اللي مخلي ال AI لحد دلوقتي بيعاني. في دراسة من جوجل ريسيرش اتنشرت بتوضح ان لما نظام الاسترجاع او الريتريفل بتاعك يكون مش دقيق، ال LLM مش بس بيدي اجابات غلط شوية، لا هو في الحقيقة بيهلوس اكتر مما لو كنت ما اديتلوش اي معلومات خالص. يعني ببساطة الاسترجاع او الريتريفل السيء اسوأ من مفيش استرجاع او ريتريفل اصلا. دلوقتي خلينا نتخيل حاجة مختلفة. قبل ما الاي اي يجاوب، الاي اي يقف لحظة ويفتح ملفاتك ويدور على المعلومات المناسبة ويقرأ الجزء المحدد بالظبط، وبعد كده يجاوب بناء على الكلام ده، وده هو الراج. والراج اختصار للريتريفل اوجمانتد جنريشن، ومعناه ببساطة قبل ما تجاوب روح دور على المعلومة الصح. فبدل ما يجاوب من الذاكرة بيجاوب من البيانات اللي اديتها له. دلوقتي يا أصدقائي انتم فهمتم ببساطة ايه هو الراج، لكن السؤال المهم ليه هو بيشتغل بشكل قوي جدا كده، وليه بقى الحل الأساسي لناس كتير بتحاول تخلي ال LLMs فعلا مفيدة مع بياناتهم الخاصة؟ وده لسببين. أول سبب السرعة في التحديث. يعني لو عندكم مستندات جديدة هتضيفوها والراج هيتأقلم في ثواني، يعني مش محتاج تستنى وقت طويل علشان تعيد تدريب ال LLM، والمعلومات دايما بتبقى حديثة. والسبب التاني التكلفة. مش محتاج ملايين الدولارات في الكمبيوت، كل اللي محتاجه ببساطة طريقة تدور بيها في مستنداتك وطريقة تبعت بيها المعلومات دي لل LLM. دلوقتي غالبا بتفكروا الكلام ده شكله حلو، بس ازاي الراج ده بيشتغل فعلا من جوه؟ خلينا نوضح ونشرحه خطوة خطوة. خلينا ناخد الشات بوت بتاع البيزنس بتاعي كمثال. مستخدم بيسأل سؤال بسيط للشات بوت ويقول له ايه انواع صيغ التدريب المتوفرة، او what type of training formats are offered. اولا السيستم هيبتدي يحلل السؤال ده عشان يفهم اصلا نية المستخدم. بعد كده السؤال بيتحول لإمبيدنج ويتم استخدامه عشان يدور في فيكتور داتابيز اللي فيها مستندات الشركة. ولو حابين فيديو كامل بيشرح الفيكتور داتابيز اكتبوا لي في التعليقات. السيستم بعد كده بيسترجع أكتر أجزاء من المعلومات ليها علاقة بسؤال المستخدم، والأجزاء الاسترجاع دي بعد كده بتضاف للبرومبت مع السؤال الأصلي. البرومبت الجديدة دي بعد ما تضاف لها السياق الاسترجع بتتبعت لللانجوج موديل، وفي الآخر ال LLM بيولد الإجابة بناء على سؤال المستخدم والمعلومات اللي استرجعت. وده اللي بيخلي الراج مختلف عن ال LLMs التقليدية. فبدل ما يعتمد بس على بيانات التدريب بتاعته، الراج بيسمح للموديل انه يوصل لمصادر معرفة خارجية زي مستندات الشركة الداخلية او قواعد معرفة او مصادر عامة متاحة او حتى بيانات من الويب في الوقت الحقيقي. دلوقتي اي نظام راج تقليدي بيكون ليه 3 مكونات اساسية. اولا قاعدة المعرفة او النوليدج بيز، ودي مصدر المعلومات اللي النظام بيستخدمه، وممكن تشمل مستندات او ملفات PDF او قواعد بيانات وملفات داخلية خاصة بالشركة وأي مصادر بيانات خارجية تانية. وتاني حاجة آلية الاسترجاع أو الريتريفل ميكانيزم، ودي الطريقة اللي بيتم استخدامها علشان نلاقي المعلومات المناسبة من قاعدة المعرفة. تقنيات الاسترجاع الشائعة بتشمل البحث باستخدام الفيكتور سيرش أو البحث بالكيوردز أو طرق البحث اللي بتجمع ما بين الاتنين. وتالت حاجة ال LLM نفسه، وده ممكن نعتبره العقل الخاص بالنظام. نماذج زي GPT-4 أو نماذج لغة تانية بتستخدم المعلومات اللي تم استرجاعها علشان تولد الإجابة النهائية. عشان تبني نظام راج، أول خطوة هي إنك تختار قاعدة المعرفة بتاعتك، بمعنى إنك تحدد مصادر البيانات اللي النظام هيستخدمها. بعد كده لازم تعمل إندكس لبياناتك، وده غالبا بيشمل إنك تقسم المستندات لأجزاء أصغر أو chunks وتحولها لإمبيدنج فيكتورز وتخزنها في قاعدة بيانات قابلة للبحث. بعد كده تختار طريقة الاسترجاع، وده بناء على عوامل زي السرعة والدقة وتعقيد النظام. واحدة من أكتر الطرق المنتشرة والمستخدمة هي الفيكتور سيرش. وأخيرا بتعمل ربط ما بين نظام الاسترجاع وال LLM،
في أدوات ومكتبات زي اللانج تشين واللانج جراف بتستخدم بشكل شائع علشان تربط ال LLM بالريتريفل بايبلاين وتبني نظام راج كامل متكامل. تلخيصا بقى للي قلناه، الخطوة الأولى الاسترجاع أو الريتريف. النظام بيدور في قاعدة المعرفة بتاعتك وبيسترجع أكتر أجزاء أو chunks من المعلومات اللي ليها علاقة بالسؤال. الأجزاء دي أو الchunks بتبقى هي السياق أو الكونتكست لل LLM. في الخطوة التانية إضافة السياق أو الإوجمنت، بتاخد السياق اللي استرجع أو الريتريفد وتدمجه مع السؤال الأصلي للمستخدم عشان تعمل برومبت جديدة. وفي الآخر الخطوة التالتة اللي هي التوليد أو الجنريت، بتبعت البرومبت دي لل LLM وهو بيولد إجابة بناء على السياق أو الكونتكست اللي أنت وفرته. retrieve augment generate، يعني بدل ما تقول للموديل جاوب على السؤال ده، بتقول له جاوب على السؤال ده بس باستخدام المعلومات المؤكدة دي. والتغيير الصغير ده بيحول التخمين لإجابات موثوقة. أتمنى يكون الفيديو ده مفيد وبسط لكم مفهوم الراج. ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع أصحابكم وزمايلكم. سلام.